السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. حبيت نشكر بداية كل أخت خلات لي جام، خلات لي كومنتير، هذا وإن دل على الرقي نتاعكم، على طيبة القلب نتاعكم. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، وأنا جدا ممتنة للدعم نتاعكم يعني، وما تبخلونيش من الدعم من الجام من لي كومنتير، يعني ما راح تخسر والو. هكا تاع سونسمير جوزي يدك، هذا ما كان. الموضوع نتاع اليوم راح نهضر لكم على تقسيم الميزانيه. قبل ما ندخلوا الاسس، انا درت لكم نموذج، مانيش دايرت لكم يعني ميزانيه وحنجي نقسمها معكم، راني دايرت لكم فقط نموذج باش كل اخت تولي تتكل على روحها تقسم الميزانيه نتاعها وحدها. الميزانيه ولا الشهريه نتاعنا هي حاجه مهمه في البيت نتاعنا، واي مرة باش تقول انا مرة وفحله وكذا لازم تكون هي كي مولات العرس واقفه على دارها وقوف، جايبه خبر تاع كلش، كل صغيره وكبيره. ما نستناش انا واحد ولا وحده يجيو يقسموا لي انايا الميزانيه نتاعي، ولا يديروا لي بروغرام واش نشري واش ما نشريش، ويحدوا لي هما الاساسيات نتاعي والكماليات نتاعي. لا يا الحنونه، لازم انتيا توقفي على شؤونك. نشكروا كاع الاخوات بيان سور اللي راهم دايرين تقسيمه تاع الميزانيات، ويوري لكم يعني ما شاء الله نموذج، كل خطره يديروا لكم نموذج تقسيم الميزانيه. لكن الميزانيه نتاعك تاع دويرتك قسميها انتي، لانه تعرفي انتي كماليات نتاعك وانتي الاساسيات نتاعك. واصلا اذا راكي دايره الاقتصاد وكي تحوسي تدخري وكي تحوسي توفري، راح عندك هدف، الهدف نتاعك هذاك راكي عارفاته انتيا وراكي شايفاته شحال راهو ضروري بالنسبه لك. دوك وحده ساكنه في دار الكرا تقولي ديري لي تقسيم ميزانيه، انا تجيب لي 6 ملايين، نقولها ديري مليون لحوم. هي ساكنه في دار الكرا، اختي بالك راهو عندها حلم نتاعها وقتاش تزرب دير الدويره نتاعها ولا عقار بالاسم باسمها، وانا نقولها ديري مليون لحوم. هي شغل ما راكباش على بعضها هذه، فهمتوا كيفاش؟ فوالا، بناء على اهدافكم تتقسم الميزانيه، وبناء على اولوياتكم، وبناء على الاستهلاك نتاعكم في داركم. انا نعطيكم مثال، انا مثلا عندي القهوه، عفوا عندي القهوه تشد لي باكي قهوه يشد لي شهرين ديجا، ودي فوا نقسمو، ما نديش وحدي يعني نمد منه باش ما تفزدليش. دوك تيبالك قهوه اختي تشربي كل سمانه باكي، ماشي كيف فهمتي كيفاش؟ الوغ اوقفوا على شؤونكم. وتقسيم الميزانيه راهو حاجه مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي مدير لهم الجرم الشهريه نتاعهم. لازمكم تكونوا شاطرات وتكونوا انتيليجون، ويعني وتسيو، وانتوما ما كاش انسان يتعلم بلا ما يفشل. هذه هي، الفشل هو في حد ذاته هو ننجح. يعني ديري تقسيم الميزانيه نتاعك، ونهار اللي تفشلي وتشوفي هذوك العواقب نتاع الشيء اللي درتيه، وحدك راح تزيدي تتعلمي وراح تنجحي. ما كاش اللي ناض يمشي بلا ما طاح، وما كاش اللي جاب كلمه مسرحه بلا ما تعقم فيها كي كان صغير. هذه هي. وش حبيت نقول ثاني حاجه قبل ما نهضر على التقسيم، ندخل ديريكت. الاخوات اللي هكا يشوفوا التقسيمات ويشوفوا هكا رجال زعما مادين تقسيمات الشهريه نتاعهم للزوجات نتاعهم، تصيبهم يعني القنطه وتصيبهم الغصه هذيك. ولك اختي ما راكيش وحدك، لا ماجوريتي تاع النساء الجزائريات رجالهم هما اللي يصرفوا عليهم. هذو ما نسبه قليله اصحاب الميزانيات هذو، يا تلقاي راجلها خدامه بعيد ما يجيش من شهر لشهر، ولا يجي خطره في 15 يوم، ولا تلقايهم دي كوبل جدد مازالوا في الديبي. هذيك هي كيف فهمتوني. المهم فتلقيهم دايرين تقسيم الميزانيات والنساء، ولكن كاين الناس اللي ما هم لا هكا عندهم هذه تقسيم الميزانيات، وهما فقط يعني انا متاكده بانه هما نسبه قليله. الرجل الجزائري بصفه عامه يحب دراهمه في جيبه، عنده هو مطبق في القرآن القوامة. هذه هي، يحب هو يشري هو يصرف، وكي يجيب الساشي الله الله والقفة هذيك فرحي به ويعطيك الصحة وربي يبارك لك في مالك. يعني وشوياكم تعرفوا كيفاه هتعلموا شوية كيد النساء، اكو فاهمين. المهم ندخلوا للموضوع نتاع اليوم. بانت لي بلي طولت بزاف. تقسيم الميزانيه نعطيكم انايا نموذج هكا باش تولوا تعتمدوا على روحتيكم، تقسموا ميزانيتكم لروحتيكم. انا لقيت كومونتير ولا زوج عندي ولا ثلاثه والله مانيش شافيه، لقيت يعني وحده قالت لي مليون لشخصين، ووحده قالت لي نظن قيله 3 ولا 4 ملايين، يعني في هذاك الاربع اشخاص. نقول لك يا اختي اتعلمي تقسمي الميزانيه نتاعك وحدك، لانه واحد ما راح يجي يقسم لك الميزانيه نتاعك
يعني بصفة دقيقة كيما انتي. انا قسمت مرة ميزانية مع صديقة نتاعي، لكن عرفت كل التفاصيل باش قدرنا نديرو تقسيم الميزانية هذيك يعني ويجي سوا سوا، ونفضلوا فيه حتى ادخار وتناقشنا في الاساسيات، في الكماليات اللي تقدر تتخلى عليهم، وش ياكلوا وش ما ياكلوش. ما تقدريش يعني ديري ميزانية وانتي ما على بالكش افراد العائلة وش ياكلوش ما ياكلوش. فوالا هذه هي. الوغ اتكلوا على روحتكم واستغناو بالله عن الناس. يعني دايما كونوا قادرين تستغناو على كاع الناس في الدنيا هذه. ونشوف من هذا المنبر نشجعكم انكم تعلموا كلش، اي حاجه تقدروا تتعلموها ومتاحه حاليا. اليوتيوب راه متاح فيه كلش هكا. اي حاجه تقدروا تتعلموها ما تبخلوش على روحتكم، اتعلموا، استغناو بالله عن الناس. يعني ماشي معناتها انه الناس ما يقدموناش خدمات، لا يقدمونا خدمات، لكن لو فات هادو الناس ما قدموناش خدمات ولا الخدمات تاعهم ما ساعدتناش، ولا احنا قادرين على شقانا بيهم ولا بلا بيهم. هذه هي. مثلا نعطيكم مثال، انا مثلا ما عندي خدمه نخدمها، عندي خدمه التي بها خدامه، عندي في الدار شكون يطيب لي هكا. اسمع نهار اللي ما يطيبوليش ما ناكلش انايا، نقعد بالشر. لازم نكون نعرف نطيب، نسلك راسي ناكل ونوكل. هذه هي. بون بسم الله. صحيتي. قبل تقسيم الميزانيه واش لازمك ديري؟ لازم ديروا دراسه. يعني شدي الشهر هذاك ديري دراسه واش راكي تستهلكي. هكا ما تقدريش ديري تقسيم ميزانيه وانت ما كيش دايره دراسه واش راكي تستهلكي. هذه الاولى. وباش ديري تقسيم ميزانيه لازم كي ديري تقسيم الميزانيه لازم تكوني دايره جدول للاكل، سيرتو الميزانيه نتاعهم صغيره، ما تسمحلكش يعني باش تنوعي وباش طيبي يعني بعشوائيه. لان الميزانيه نتاعهم صغيره ديروا جدول للاكل راه يرفدكم بزاف. فهمتوا؟ هذه هي. يعني من بعد كي حتولي تقضي على حسب الجدول تاعك، طيبي على حسب قضيانك وتقضي على حسب جدولك. هذا ما كان قلت لك. يعني ديري دراسه نتاع واش راكي تستهلكي مواد غذائيه، شحال راكي تستهلكي الخضره، شحال راكي تستهلكي مواد التنظيف، في كاع المجالات واش راكي تستهلكي. ماركي ورقه وستيلو، ماركي اختي ما حتخسري والو. بون كي تجيك لاباي اول حاجه ديريها هي الصدقه. صدقي اختي المبلغ اللي قدرتي عليه. هذه هي. كل واحد على باله الميزانيه تاعو، على باله شنو وين راهي قادره توصلوا الشهريه نتاعو. الوغ على هذا الاساس صدقي، خرجي الصدقه نتاعك. ونزيدكم معلومه، الصدقه راهي فرض بحال الصلاه، ما هيش بليزير نديروها احنا في الناس. هذا حق تاع الناس راهو عنا، لازم نخرجوه. فهمتوا كيفاش؟ بون مور صدقه واش يجوا عندنا زوج استثناءات، انا نشوفهم استثناءات لانه ماشي كاع الناس هكا. عندك الاستثناء الاول اللي هو الكراء. الا كنتي كاريه اول حاجه راح ديريها هي تخرجي دراهم نتاع الكرا باش تمديهم لمولاهم، تهني راسك. الاستثناء الثاني الا عندك كان بيبي في الدار، عندك ليكوش، عندك الحليب، ما كاش الحليب، اني للحليب عنده راه ياكل، عنده ماكلته، عنده احتياجاته. وانتي شوفي يعني شحال تستهلكي ليكوش. كيما ليكوش اذا كنتي على بالنا ليكوش المآل نتاعو وين تشري مول فيكس ولا تشري هابي هذاك تاع 200 في الصاك الكبير وقيله فيه 100 حبه، كيف صوف الا اذا كان هذاك الكوش يدير لك الحساسيه لولادك. انا صراحه وليدي واحد ربيته بين مول فيكس وكان بيبي، وواحد ربيته بهابي عادي بهابي، وكنت نشري معه دادا مي بوكو بليس. دادا ما كنتش نشريها الا اذا كان خلاص لي الكوش وريحت، كنت نشري له هابي. يعني من 6 شهور وروح وليت نشري له هابي ومليح هايل. يعني يدير من 180 الف حتى ل 200 الف وتجي فيه 100 حبه. الله اعلم انا كان يشد لي يعني 3 شهور، ما كنتش نشريه بشهر، كان يشد لي 3 شهور. قالاني خلطه مانيش شافيه والله، ما شفيت ما شكيتش، وقيله شهر وزياده ولا عفسه، ما هاني بديت ما انتبهتش على بالكم. المهم الحاجه الرابعه هي مصروف الزوج. يعني بالشهريه هذيك نحو المصروف نتاع الزوج نتاعك هكا، تخرجي المصروف تاع الزوج نتاعك. كاينه حاجه اخرى اللي هي الفواتير. عندك الكهرباء، الغاز، والماء اللي هما السعر تاعهم ديجا راهو ثابت راكي عارفاتو. وعندك ايضا الانترنت، سواء الويفي ولا سواء نتفليكس ولا الانترنت ولا تشرو دي بيس ولا ما على باليش، كل واحد كيفاش يعني
الاخر تاع الانترنت. عندك ايضا ديري ظرف اساسي واللي هو ظرف الطوارئ. ظرف الطوارئ هذا واش يتمثل؟ يتمثل في الطبيب ويتمثل في زعما كاش حاجه تفزت لك في الدار من الالكتروميناجي. بالنسبه للطبيب اذا ما كان زعما مرض كبير وخطير وكاع تقدري تروحي تجوزي عند الديسبونسير. اذا كان يعني مرض حاجه زعما جو هكا قريب ولا كاش حساسيه ولا كاش حاجات اللي خفاف ما يستدعوش يعني طبيب مختص. الا كانت حاجه كبيره باينه بلي حتروحي لطبيب مختص، خاصه كي يكون امراض تاع العظام وهذوك السوالح. ربي ان شاء الله يعافيكم يبعد البلا عليكم. هذا ما كان. ظرف الطوارئ هذا ممنوع انك تقيد. عفوا هذه ثالث مره وهي تقطع لي لهنا سبحان الله. كما قلت لكم ظرف الطوارئ انكم ما توشيوهش كامل. ما تقوليليش ما قدرتش نكمل الشهر، ما تقوليليش خاصتني، ما تقوليليش خرجت لي مناسبه، ما تقوليلي حتى حاجه. ظرف الطوارئ يبقى. ما تقيسيش لمده عام. كي تلحق العام وشتي مثلا راكي دايره فيه مبلغ معتبر، تما قسميه المبلغ على زوج. نص رجعيه للظرف نتاعو يزيد يكمل عليه، والنص الباقي باش من بعد ما تطيحيش اونبان. هي خرجت لك حاجه على غفله، هاي بعيد الشر ولا لا قدر خرج لك مرضى على غفله، مين حزيت تروحي تجيبي تعاودي تجبدي اللي دخرتيه؟ لا اللي دخرتيه ما تدنايش ليه. اقسميه نص، خبيه، ديريه في المدخره نتاعك. ولا راهي خاصتك حاجه من الكتروميناجي تشريها ولا حاجه، انا بالنسبه لي نركز انكم تشريو صوالح المهمين. كل ما هو مهم. الحاجات اللي ماشي مهمين القرابج هذوك غير ما كلاه تكثروهم، لانه يديروا غير الخرده ويديروا غير ضيقه النفس ومن بعد تولي تندمي خاطر شريتيهم. الوغ اذا كانت خاصاتك حاجه مهمه في الالكتروميناجي، مثلا ماشينه لافي، مثلا ثلاجه، مثلا كويزينير تاع ما عندكش، مثلا فور، مثلا حاجه اللي هي ضروريه حبيتي تشريها، يعني بظرف تاع الطوارئ. ويكون نص فقط، يعني ما تديهش كامل، خلي النص الاخر يبقى فماك كما نقولوها حنايا سلاح. هذه هي الحاجه. واحده اخرى اللي هي مصروفك الشخصي. يا الحنونه مصروفك الشخصي، لا حبيت راجلك يخلص 1.5 مليون، لا حبيت يخلص راجلك مصروف البطاله، يا سيدي مصروفك الشخصي تنحيه قد ما كان يكون. اضعف الايمان نحي فاميل شي بها قرعه ديودغو، قولي هذه مصروفي الشخصي. شوفي ديري مليح في بالك، هذه عفسه مجربه انا جربتها في حياتي، ماشي زعما راني دوك راني جايه نفتي عليك ولا. كي تقيمي روحك الدنيا تقيمك، ماشي العباد. الدنيا تقيمك. كي ديري تي حساب لروحك الدنيا تولي تحسب لك، تولي دير لك حساب ودير لك قيمه ودير لك وجود. بصح كي ما ديريش انت قيمه لروحك الدنيا تحطك على الهامش، حبيتي ولا كرهتي. هذا تقدري تقولي بلي قانون. روحي شوفي روحك وين هملتي روحك، وشوفي النتيجه واش صرا لك في الاهمال نتاعك. فهمت؟ تفهمي روحي، تفهميني واش راني نهضر لك. كاين الناس اللي راهم مجربين وعلى بالهم واش راني نهضر، كل اللي راهم متولهين وكل اللي مساكن مصرفقتهم الدنيا وما جابوش خبر. هذه هي المصروف الشخصي نتاعك، يعني تحيديه. اضعف الايمان ذامل، اضعف الايمان كي ما تحيديش كامل حيدي فاميل. اشري بها قرعه ديدوغ، اشري بها كريو، ما على باليش انا هي واش تشري بها، اشري بها فيرني لظوافرك. المهم الحايدي مصروفك الشخصي. والنساء اللي الازواج نتاعهم هما اللي يصرفوا عليهم وما عندكش مصروف شخصي، الحنونه ديري الممكن والمستحيل باش تقنعي الزوج نتاعك يولي يعطيك مصروفك الشخصي. لا شتم ياترف، مهم عندك مصروفك الشخصي لازم تخرجيه. يا الحنونه هاني قلت لك ديري قيمه لروحك الدنيا تقيمك. هذه هي. عندك ايضا عندي انايا بالنسبه للتقسيمات قبل يعني مع هذو، يعني تدخل مع هذو اللي هي مواد التنظيف وايضا الكوسميتيك. مواد التنظيف ما نظنش بانه راكم كل سمانه تشريو مواد التنظيف. انا ما نشري شخصيا كل سمانه، نشري خطره في 15 يوم، خطره في 20 يوم، يعني في الديبي تاع الشهر نشري مواد التنظيف. اشري عندك، اشري قرعه تاع الجافيل، اشري بيدون تاع اللي كي تاع حوايج. انا البيدون ما في الحقيقه ما سيتوش، ما نكذبش عليكم، انا نخدم بالاومون، نشري باكي بودره هذاك نشري ونغسل به. هذاك يشد لي نغسل تقريبا يوميا، يوم ويوم لا، يعني يشد لي سمانه دي فوا يفوت هكا. عندي ايضا
بالنسبه للكوسميتيك وشنو كوسميتيك وشنو يعني شامبو جل دوش، هذوما اللي راح نهضر لك عليهم من لهنا، وما هذوك الكماليات. عندك كوسميتيك، عندك شامبو جل دوش، شامبو تاع رجال باينه، ما راح تروحي. كاين رجال يحبوا يقلشوا روحتهم يغسلوا بكلير ولا ما على باليش، كاين اللي مسكين يغسل وخلاص ما عنده حاجه، هذاك شي لو حنونا مع الدراري اللي يكونوا في كوره، شي لو قرعه عنده فينيس راهي دير 30 شحال 30 ميل ولا 35 ميل، تشد لك نقول لك حاجه حتى تنسيها فيها اطره والله، حتى تنسيها. جل دوش كيف جل دوش شري فينيس، انا شريت لهم لي مارك الغاليين وشريت فينيس والله كيف يعني تخرجي من الدوش تيحوت شويه هذيك الريحه تبقى فمك، مازال ما سيت يعني جل دوش بقات فيا الريحه لسوايع عادي، يعني كي الغالي كي رخيص كامل كيف. ايضا في مواد في الكوسميتيك عندك كيف بالنسبه للبغوصادو ماشي كل خطره، كل اسبوع هادشي بغوصادو، خطره في الجره مثلا، خطره في الشهر. وبالنسبه للمعجون الاسنان كيف يعني كان زميل وانت شريتي المسواك هذيك تشد لك شحال على حسب الافراد العائله تاعك، راح تشد لك ما على باليش كل واحد شحال تشد له، لكن نقولوا مره في الاسبوعين يعني تقدري ديري لها حسابها. ايضا كاين حاجات تقدروا تشروهم تانيك قبل ما ديروا تقسيم تاع الاسابيع، واللي هي سميد. عندك الفارينه، كاين الناس اللي مدخله فيها الطوماطيش تاع الباط كيما انا مدخلتها فيها، وكاينين مدخله فيها الزيت. كاين اللي تشري الزيت بالبيدون تقول لك انا بيدو شدي شهر ما كسرش راسي، كان اللي تستهلك بيدون في الشهر، كان اللي تستهلك قل، كان اللي تستهلك اكثر. المهم هذه هي بصح السميد والفارينه، وعندك الخميره تاع العجين تانيك مش راح تشريها كل يوم دونك ولا خطره في الاسبوع، يعني هادو انا جو بريفير كو تشروهم مع الاول مع هادو، يعني كي تخرجوا هذه خرجوا هذه هكا. هذه هي. نروحوا للتقسيمات كيفاش حنقسموا. بون انا التقسيمات ما راحش نحط لكم من لهنا، لانه انا التقسيمات دايرتهم هكاك، عندي 400 الف لكل اسبوع، دي فوا ما نوصلهاش ودي فوا نوصلها. او كاين حاجه نسيتها تانيك للناس اللي تستعمل مثلا كيما الحميصه، ما تروحيش تشري الحميصه بالتقسيم تاع الاسبوعيه. الحميصه كيلو راه يدير 50 الف. اذا انت كي دايره ميزانيه تاع 400 الف للاسبوع، كي تروحي تشري هذيك 50 الف حميصه ما 350 ما تكملكش السمانه حنونه، خاصه الا كانوا عندك اطفال وكذا فما راح تكمل لك اسمانه. الوغ يعني صوالح اللي تعرفيهم يشدوا لك شهر دونك شريهم المصروف شهري، واللي صوالح نتاع اسبوعي. انا مثلا نشري خضر بالاسبوع، نشري الخضر بالاسبوع، قلت لك نشري اللحم ايضا بالاسبوع. هذه هذوما صوالح اللي نشريهم بالاسبوع. مواد غذائيه ايضا نشري بالاسبوع. وكما قلت لكم سبق وقلت لكم انه الجدول نتاع الاكل راهو اساسي باش تتقضاو على حسابه هكا. وكل واحد هنايا في الاسبوع انا مثلا ندير 400 الف هذيك من ذاك تكفيني وتفضل اختار كيفاش، لكن يعني بالتقريب يعني ما شاء الله تكفيني. عائلتي ما راهيش كبيره، وحتى دي فوا نقتصد منها نقتصد ونوفر والحمد لله، يعني نعقب هذه بهذه وراحت رايحه. هذيك هي ما هي زعما حاجه اللي كل وحده شحال دير. كان اللي دير 700 الف للاسبوع، كان اللي دير مليون، كل وحده على حساب البيجي نتاعها، وكل وحده على حساب الحلم ولا الطموح اللي راه عندها ولا الهدف اللي راهي حابه توصل له. دوك مثلا اللي ساكنه في دار الكرا، اختي باش تحطي لي ظرف فيه 600 ولا 700 الف لحوم برك، وانتي ساكنه في دار الكرا ترقدي الصبح حتى تلقاي سيدي يقرب عليك في الدار يقول لك خلاص كم الكرا، روحوا تكروا مانيش ناوي نكري لكم نتوما تصبحوا رافدين قراوشكم وتجروا من بلاص لبلاص. الوغ انا بالنسبه ليا ما ناكلش اللحم مليون، ناكل اللحم اصلا. انا شخصيا نهضر لكم، انا شخصيا المواد الغذائيه عادي يعني نشري لانهم اساسيين ما كاش نستغنى عليهم، لكن اللحوم نهار اللي يكون السعر تاعهم غالي ما نشريش. هذه هي ما نشريش، ماهوش ضروري بالنسبه لي ناكل لحوم، خاصه دوكا رانا في الصيف يعني بوكو بليس ما ناكلش بزاف المراقي. واصلا انا من الناس اللي نستهلك الخضر بزاف. وعلاش قلت لكم نقدر نقتصد منهم؟ دي فوا تكون الخضر يعني يهبط السعر نتاعها، كي يهبط السعر نتاعها اوف يعني تكفي وتفضل. كي يعني يكون السعر شويه مرتفع نتحايل باش نكمل الاسبوع نتاعي، نكمل الاسبوع نتاعي، نتخلى على بعض الكماليات. انا بالنسبه لي في الكماليات اللي هو تمشي لازم يكون حاضر دائما، نقدر نصنعه غير بشكاره حليب
حتى 2500 انا درت الياغورت لولادي ما خليهمش يخزروا. الفرماج ماشي لازم يكون كاين كل يوم، الدجاج كيف ماشي لازم يكون كاين كل يوم، اللحوم نقدر نستغنى عليهم اصلا ما نكونسوميهمش بزاف، ما عندنا حاجه فيهم يعني ما نكونسوميهمش بزاف نادرا، واصلا نشريهم غير كي نتشهاوهم، ما كي نتشهاو مثلا ناكلوكش حاجه هكاك يعني ما نشريوهاش دائما. بالنسبه للدجاج كي يكون السعر تاعو مرتفع انا ما نشريش، بورتون قادره نشريه من هذاك الشهرين تاعي نقدر نشريه اسبوعي، من الظرف تاعي الاسبوعي نقدر نشريه، مي ما نشريش كي يكون السعر نتاعو غالي، ولا نشريه فقط يعني بالجمعه باش ندير طبق تقليدي. هذا ما كان. وكل واحد يمشي على حساب الميزانيه نتاعو، اللي قادر يحط اكثر يحط اكثر، اللي قادر يحط قل يحط قل، واللي شاطره وتعرف تقتصد يا اختي شطاري واقتصدي وضربي هذه بهذه حنونه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن امه لا ناكل حتى نجوع، يعني ما نش عايشين في الدنيا هذه غير باش ناكلوا، شغلنا الشاغل الوحيد الماكله الماكله الماكله. الماكله راهي وسيله باش نعيشوا، ما راهيش وسيله باش نعبدوها. نشوف بلي الناس رجعت يعني تعبد الماكله ماشي ولات تعبد ربي، والله هذه هي الحقيقه. عطيلو الماكله برك، التعاليق على الماكله في العرس بالك راكم سويفيتو، ولا زوالي مسكين كيدير العرس بالدجاج ولا يضحكوا عليه، ايه وهذا شقه ودار عرس وعرض الناس ودار بالدجاج، يعني الله يهدينا. هذا ما كان. المهم هذا برك كان بين قوسين. ان شاء الله برك يكون عجبتكم الفكره تاع التقسيم اللي درتو ان شاء الله. كاينه حاجه خطره واحد القناه مشيتش على اسمها، كانت قالت بلي بالنسبه للناس اللي عندهم يعني الشهريين تاعهم تجيهم في لابوست، قالت بلي دائما يصرالنا تاخير ويصرالنا مشكل انه ما نكملوش الاسابيع نتاوعنا، يعني ما نديروش 4 اسابيع، يعني دائما يكون عندنا اسبوع خامس زايد. فوالا انا ما عنديش فكره على هذه اللي هكايا دير الاسبوع الخامس، يعني تقسم الباقي المتبقي على هذا كامل تقسمه على 5 ودير يعني باش تجوها كامل الاسابيع كيف. هذه هي. قلت لكم قبل ما ديروا تقسيم الميزانيه لازمكم ديروا دراسه معمقه الاستهلاك نتاعكم باش تخرج لكم الميزانيه نتاعكم مش في الاول راح تجيكم شويه واعره صراحه، تجيكم بزاف ديفيسيل لانه راح تكون اول مره راح تغلطوا وتوقعوا في اخطاء، وانتم وحدكم راح تطوروا روحتكم، ويبقاو يعني الافكار هذو اللي راح نمدهم لكم انا ولا صاحبات قنوات اخرى يعني فقط هما افكار، لكن النجاح نتاع هذه الافكار ولا التطوير نتاع هذه الافكار راح يكون مبني على اساسكم انتم. ان شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل وعطيتكم يعني فكره، ونتمنى اللي وصلت لهنا دير لي جام، معليش كافي روحك وزيدي حطي تحت وديري لي كومونتير شباب كيما قلوبكم، ويعطيكم الصحه وتهلاو في روحتكم. نتلاقى بكم في الفيديو الجاي. عفوا كنت نسيت حاجه بزاف مهمه انا نشوفها بلي هي الاهم منهم كامل، واللي هي الادخار. لازم تنحوا انسان تدخروها مهما كان الدخل نتاعكم بسيط، يعني تدخروا على حساب الميزانيه نتاعكم، يعني كل واحد قداش يقدر يدخر، كان يقدر يدخر مليون، كان 500، كان 200، كان 300، كل واحد كيفاش. الادخار هذا يا اما يكون من بواقي الاظرفه تاع الاسبوعيه، والاحسن انه انا بالنسبه لي يعني يدخل مع هذو تاع الشهريه، يعني بعد ما ديري الاسبوع الاول والاسبوع الثاني راح يبان لك يعني المبلغ اللي تقدري تدخريه، يعني وحده يرجع يبان لك المبلغ اللي تقدري تدخريه يا اختي. يعني كي ديري الاسبوع الاول الشهر الاول مثلا كي مشيتي فيه بقى لك يعني الاظريفه، مثلا يعني بقى لك من الاظريفه 300,000 هكا، الشهر الثاني مثلا بقات لك 400,000، يعني تديري الاخرى مقاربه، يعني مثلا 350 هذاك يدخل في الادخار. هذا بالنسبه لاصحاب الدخل الضعيف. بالنسبه للدخل نتاعهم مليح يقدروا يتخلوا على بعض الكماليات ويديروا الادخار، خاصه نهضرها ونعاودها، خاصه النساء اللي عايشين في الكرة. فهمتي؟ كي تكوني عايشه في الكرة لازم لك تحيدي مبلغ نتاع الادخار، والافضل والاحسن يعني كان يكون عندك يعني مدخول اضافي، يعني تدخلي به يعني مشروع هكا يزيد لك يعني دخل اضافي هكا، هذاك باش تحيدوه ديريكت للادخار. هذه هي لانه الادخار حاجه مهمه بالبزاف.
بالبزاف يعني. هذا تاع اللي يبقاو لك في الاظرفه تاع كل اسبوع، هذا تقدري ديري بهم تحديات، تقدري ديري بهم يعني صوالح تشريهم للدار، الاساسيات يعني في الدار يخصوك، فهمتيني. بصح الادخار لازم تنحيه من الشهريه بحالو بحال الكرا. يعني كي ديري التقسيم تاع الميزانيه تاعك نمشيو عليها شهر وشهرين، وحده يخرج لقيمه الادخار اللي ممكن انك تدخريها، وايضا تقدري تتخلي على بعض الكماليات اللي ممكن انك تقدري تتخلي عليهم. هذه هي. يعطيكم الصحه والى اللقاء.